ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل البانيه بطريقه سهله ولذيذه قوي، وهنقدم معاه مكرونه سباكيتي وسلطه تحفه. انا تبلت البانيه بس للاسف اللقطه دي ما اتصورتش. تبلته في ايه؟ معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والزعتر والثوم البودر والبصل البودر، وثلاث معالق كبار زيت زيتون. تتبلي بقى البانيه بالتتبيله دي مش اقل من ساعه. بعد كده الكفر اللي محتاجينه النهارده مش هنحط بيض. معلقتين كبار دقيق مع كوباية بقسماط ناعم، قلبيهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده كده، وحطي فيهم بقى البانيه واضغطي على البانيه قوي كده علشان ايه الكفر يبقى لازق فيه كويس قوي. بعد كده البقسماط اللي اتبقى مني حطيته في المصفى ونخلته علشان ايه ما يبقاش فيه اي حاجة متكتلة، وتشيليه في كيس في التلاجة تستعمليه مرة تانية. في طاسة على النار فيها زيت بس مش زيت غزير قوي، لما يسخن معانا هنبدأ نقلي البانيه بتاعنا. هنقلي الكمية كلها الأول وبعدين هنكمل الخطوات بتاعتنا. دقيقتين كده على كل ناحية ياخد لون ذهبي جميل. لاحظي ان هو لسه هيدخل الفرن. طلعت بقى البانيه اهو، حطيت الكمية كلها اللي عندي لحد ما خلصتها. وبعدين بقى في طاسة تانية على النار حطي فيها معلقتين زيت وبصل مفروم، نص بصلاية مفرومة ناعم. هنحطها في الزيت كده ونقلبها دقيقتين وبعدين نضيف لها 3 فصاص توم مفرومين ناعم. هنقلب برضو البصل والثوم مش ياخد لون، هو بس هيدبل معانا. وبعدين نضيف له طماطمتين اتنين متقطعين مكعبات صغيرة. حطي الطماطم بقى لحد ما تدبل كده وتستوي مع البصل. وبعدين ضيفي لهم نص كوباية عصير طماطم وقلبي كويس بقى وتبلي. نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا. قلبي بقى بالتتبيلة كده. وبعدين الإضافة الجاية جزراية وسط مبشورة على الناحية الكبيرة بتاعة المبشرة، وقلبيها مع الصلصة كده لحد ما تدبل. وآخر إضافة زيتون أخضر، يعني حوالي معلقتين زيتون أخضر شرايح، أو حطي زيتون أسود اللي يعجبك. اتسبكت بقى الصلصة دي هننزلها، وهناخد بقى الصينية اللي هنعمل فيها. هنحط فيها طبقة من الصلصة دي تحت كده الأول حوالي نصها، وبعدين هنحط البانيه بتاعنا، وبعدين فوقيه طبقة تانية من الصلصة دي. الكمية اللي أنا عاملاها حوالي كيلو إلا ربع، عمل صينيتين علشان تعرفي أنت محتاجة قد إيه. عملت بقى الصينيتين كده وحطيت فوقيهم الجبن ميكس كده، شيدر على موتزاريلا، ودخلتهم الفرن ربع ساعة من تحت وخمس دقايق ياخد لون جميل بس من فوق كده. وطلعت البانيه بتاعنا في حلة بقى على النار، حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت كده، وحوالي كوباية ونص عصير طماطم وملح وفلفل اسود وبابريكا. لما تتسبك الطماطم دي هنحط فيها المكرونة الاسباجيتي بعد ما سلقتها. انا عامله كيس مكرونه سباكيتي سلقته بقى وصفيته اهو، غسلته وحطيته في الصلصه. تقلبيه بقى، النار تكون هاديه كده، تقلبي السباكيتي مع الصلصه لحد ما تتشرب الصلصه كده بطعمها لذيذ. ننزلها كده باقي طبق السلطة. أنا عاملة الكرنب اللي هو لونه موف كده، مقطعة بقى كل حاجة شرايح رفيعة. حطيت الأول صف كده كرنب، وبعدين صف من الناحية دي ومن الناحية دي طماطم، وبعدين من الناحيتين برضو جزر، وبعدين خيار، وبعدين فلفل أصفر. يعني حاولت أجمع كل الألوان كده. رشة ملح بقى ورشة فلفل أسود كده، وعصير ليمونة على الوش كده، وبعدين زينت بالزيتون وبشرايح الليمون. طبق سلطة سريع كده بس ايه، شكله والوانه كده مبهجة وطعمه لذيذ قوي. وقدمت بقى، طلعت الفراخ اهي من الفرن، البانيه من الفرن، طلع لونها جميل قوي، شكلها حلو قوي، طعمها تحفة بالطريقة دي. اغرفي بقى في طبق التقديم كده الاسباجيتي الاول بالطريقة دي، وحطي معاها الفراخ وطبق السلطة، وقدميها بألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا، وباي باي.